لما تحبي بقى تعملي كده فطار فخم كده ولذيذ وكمان تكافئي الأولاد، يبقى بجد مفيش غير البسكوتة دي. بسكوتة كده في منتهى السهولة والبساطة، سهلة جدا للمبتدئين، كمان مقاديرها قليلة قوي. يعني مش هتحتاجي أبدا للمكونات ولا المقادير علشان تشكليها. طريقة تحضيرها بجد في منتهى السهولة واللذاذة، وغالبا كده كل المكونات بتاعتها عندكم في البيت. تعالوا نشوف شكلناها مع بعض ازاي. شكلناها بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا جدا، وكمان هتدينا شكل البسكوت الجاهز اللي بنشتريه من بره. يعني هتعجب أولادِك كده، تقدري كده تقدّميها في الفطار أو ممكن مثلًا snack كده ما بين الوجبات. يالّا بينا نسمّي ونصلّي على رسول الله ونشوف عملنا البسكوتة القمر دي إزاي. بس قبل ما نبدأ ما ننساش ندعي لأمواتنا وأموات المسلمين بالرحمة، اللهم ارحم أمي وأموات المسلمين يا رب العالمين. ونبدأ بسم الله. اول حاجه بقى خلينا متفقين ان احنا علشان ناخد المعيار المظبوط للدقيق لازم نعاير المكونات كلها بنفس الكوبايه. ايا كانت الكوبايه بقى اللي هتشتغلي بيها، حتى لو كانت كوبايه الشاي الصغيره عادي جدا، المهم تشتغلي بيها من اول الوصفه لاخر الوصفه. انا هنا مخصصه الكوبايه البلاستيك دي بشتغل بيها كده تقريبا كل المعجنات. وعلشان طبعًا تاخدي المعيار المضبوط ما ينفعش تضغطي على الدقيق اللي تحت. بُصّي أنا باعمل إزاي، باملى الكوباية كده وباساوي سطحها بالشكل ده. كده بقى ده المعيار المضبوط معايا اللي هيخلّي المكونات والمقادير بتاعتي مضبوطة تمامًا. لازم طبعًا تنخلي الدقيق بتاعِك كويس أوي علشان تطلع معاكِ البسكوتة هشة وخفيفة. وطبعًا لو معاكِ وقت ممكن تنخلي الدقيق مرة و2 و3، كل ما نخلتِ الدقيق كل ما كانت البسكوتة بتاعتِك ناعمة وخفيفة وهشة وجميلة. وزي ما اتفقنا مش هنكتم الدقيق واحنا بنعايره في الكوباية بسطح المعلقة كده، وهنشيل الزوائد. انا استخدمت 3 كوبايات من الكوباية بتاعتي، زي ما قلت لك هتستخدمي اي كوباية موجودة عندك. انا اخدت 3 كوبايات بس هنقص منهم معلقتين بالشكل ده، وهقول لك دلوقتي ليه. بُصّي، أنا هنا جِبت بودرة الكاستر، أخدت منها كده معلقتين بدل معلقتين الدقيق اللي أنا شِلتهم. أنا ليه عملت الخطوة دي، ده بقى بديل البيض لإن مش هاستخدم بيض في الوصفة بتاعة النهارده، وعشان كمان يدّوني لون أصفر وجميل كده ودهبي اللي شُفناه مع بعض في أول الفيديو. طبعًا لو مش عندِك بودرة كاسترد عادي جدًا ممكن تحطّي معلقتين نشا، وبعد كده رشّيت رشة ملح صغيرة كده، وجِبت بقى البيكنج باودر أو الكيك شيف أي حاجة موجودة عندِك كده. هناخد منها يعني تقريبًا كده نُص معلقة صغيرة. طبعًا مش هنكتّر من البيكنج باودر علشان البسكوتة بتاعتنا يعني وإحنا حاطينها كده في الصينية ما تفرش جوّه الفرن، تطلع معانا بنفس الشكل والمقاس اللي عملناها مع بعض بيه. وبس كده قلبتهم مع بعض وركنتهم على جنب، وبعدين بقى جبت نفس الكوبايه اللي اشتغلت بيها، ودي خطوه مهمه خلي بالك منها. نزلت كده بكوبايه الا ربع من الزيت، وكمان هضيف كده كوبايه الا ربع من الميه. لو حابه تحطي زيت على سمنه مفيش اي مشكله، بس الوصفه بتاعتنا النهارده اقتصاديه جدا. ونفس الكوبايه برضو كوبايه الا ربع من السكر. وبس كده هي دي مكوناتنا ومقاديرنا النهارده اللي هتدينا بسكوت لذيذ وجميل جدا. هحط بقى رشة فانيليا كده عشان تدي طعم حلو كده وريحة جميلة للبسكوت. ممكن طبعا تضيفي معلقتين لبن بودر لو متوفر عندك. هاخد بقى الخليط بتاعي كده واضربه كويس جدا 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 في الخلاط. علشان طبعًا إحنا مستخدمين السكر بتاعنا سكر يعني سكر عادي جدًا اللي هو الخشن، يعني ما مش سكر ناعم. فطبيعي إن إحنا لازم نضربه كويس أوي لحد السكر ما يدوب معانا تمامًا، ويبقى الخليط ناعم وفاتح وجميل بالشكل ده. هاتي بقى الدقيق كده اللي حضّرناه مع بعض من شوية، وابدئي بقى انزلي بالخليط بتاعِك كده. وهنسيب بقى كده شوية صغيرين كده على جنب علشان احنا مش عارفين برضو يعني الدقيق بتاعنا بيشرب السوائل كلها. وطبعا طبعا يعني كل نوع دقيق بيختلف من نوع للتاني، فممكن ياخد معاكي الكمية كلها وممكن الدقيق ما ياخدش. تقليب بسيط بقى كده بالمعلقة، قلبي الخليط كده واوعي تعجني، خلي بالك قوي من النقطة المهمة دي. عجينة البسكوت ما ينفعش تتعجن خالص لانها لو اتعجنت هتنشف منك. بصوا انا بقلبها بالمعلقه ازاي. ولو حبيت طبعا استخدم ايدي دلوقتي لان المعلقه مش هتنفع، هستخدم طراطيف صوابعي. احنا ليه بنعمل الخطوه دي؟ لان احنا لو عجنا الدقيق يعني هنعمل له عرق كده والبسكوته هتنشف معاكي مهما بقى تصلحي فيها، خلاص هي كده بقت ناشفه. شايفين انا بعمل ازاي؟ بطراطيف صوابعي. طبعا انا حسيت ان هي لسه ناشفه معايا كده فهنزل بكميه السوائل اللي معايا. وبرده كنت سايبه من الثلاث كوبايات معلقتين دقيق على جنب. وبس كده انا لميت العجينه بالشكل ده. هغطيها بقى بكيس كده واسيبها ترتاح كده على جنب حوالي ساعه، مش اقل من ساعه يا جماعه، علشان لما تيجي تفردي العجينه ما ترجعش تلم معاكي. ساعه ونرجع نشتغل فيها. شوفوا بقى يعني هوريكم هنا بقى شويه الدقيق اللي اتبقوا معايا. طبعا انت ممكن تاخد معاكي كميه الدقيق دي كلها على حسب برضو نوع الدقيق بتاعك.
هسيبها بقى على جنب ساعة ترتاح، وطبعا هريحها انا ونشتغل مع بعض على طول، وهوريكم شكلها بقى عامل ازاي. شايفين بقى بعد ما عدى عليها ساعة، اللهم بارك، العجينة حلوة جدا، وكمان لونها اصفر كده وجميل من معلقتين طبعا الكاسترد اللي ضفناها. شايفين ما شاء الله العجينة ناعمة وطرية معايا ازاي. هاخد بقى نص العجينة كده واغطي الجزء التاني بالشكل ده عشان طبعا ما تنشفش معايا وشها يعمل قشرة. افرديها بقى على اي كيس تلاجة موجود عندك، طبعا لو مش متوافر عندك المفرش السيليكون اللي انا بشتغل عليه ده. هنفردها بقى على شكل مستطيل او شكل مربع مش هتفرق. المهم بقى يعني على قد ما تقدري حاولي تخليها رقيقة قوي، تقريبا كده اقل من نص سنتي، عشان تطلع معاكي البسكوتة كده خفيفة وبسيطة. عشان احنا طبعا زودنا يعني شوية بيكنج باودر، فلسه هتزيد معانا حاجة بسيطة في الفرن. شايفين انا هنا فردتها كده يعني بسمك اقل من نص سنتي. العجينة ما شاء الله عشان سيبناها ساعة ترتاح بتتفرد معايا بكل سهولة. بصوا بقى هنشكلها بايه. انا جايبه الفرشه دي بجنيه ومخصصاها كده للمعجنات، يعني مش بستخدمها غير في المطبخ بس. وطبعا القطاعات المدوره دي موجوده عندنا كلنا في المطبخ. وكمان هسهلها لك لو مش متوافر عندك القطاعات المدوره، باي غطا برطمان او كوبايه وعصايه شيش طاووق او خله اسنان نضيفه طبعا ما تكونيش استخدمتيها، هتعملي نفس الشكل اللي انا بعمله ده. بس الفرشه دي طبعا يعني متوفره في اي مكان هتجيبيها، حلوه جدا في المعجنات، بتدي شكل حلو قوي، وكمان شكل البسكوتة كده بيطلع بسيط وجميل. بعد طبعا ما عملت بالفرشة بالشكل ده، جبت بقى القطاعة كده بتاعتي وابتديت كده يعني ادوس على نفس الشكل اللي انا عملته. شايفين؟ مفيش اسهل ولا ابسط ولا اسرع من كده بسكوت بجد. لو جربتوه بنفس الطريقة ونفس المقادير هيعجبكم قوي. بس اهم حاجة تخلي سمك العجينة بتاعتك يكون رفيع كده ورقيق، عشان البسكوتة بتاعتك لسه هتزيد حاجة بسيطة، ويكون ده شكلها. وبس كده هتشيلي بقى كل الزيادة معاكي بالشكل ده عشان طبعا تعرفي تشيلي البسكوت بتاعك بكل سهولة. والعجين ده طبعا احنا مش هنرميه، احنا برضو هنلمه كده تاني بالراحة من غير ما نعجنه، يدوب كده هننعمه حاجة بسيطة. ونجيب الطبق بتاعنا كده ونغطيه برضو بالكيسة ونسيبه بقى يرتاح، وهنشتغل فيه آخر حاجة، عشان لو اشتغلنا فيه دلوقتي على طول العجينة هتلم معانا ومش هنعرف نفردها. شايفين بقى سمك البسكوت، اللهم بارك، تحفة جدا. شايفين رقيقة وجميلة ازاي. جبت بقى كده صينية ألمونيوم ودهنتها دهنة زيت بسيطة كده، وهبدأ بقى أشيل البسكوت بتاعي كده بكل سهولة. طبعا لو خايفة شكل البسكوت يتبهدل معاكي، ارفعي كده حرف المفرش أو الكيس اللي هتشتغل عليه، وهتشيلي البسكوتة بتاعتك كده بمنتهى السهولة بالشكل ده. وبس كده رصيت اول شويه عملناهم مع بعض كده في الصينيه ألمونيوم طبعا بعد ما دهنتها. واهم حاجه طبعا تكوني مسخنه الفرن بتاعك قبلها على درجه حراره 180. ما ينفعش ابدا تدخلي البسكوت بتاعك على فرن بارد وبعد كده تشغلي البسكوت عليه، شغلي النار عليه. البسكوت بتاعك هينشف وهيعضم منك وكمان هيغيب جدا جوه الفرن. لازم ومهم جدا تكوني مشغله الفرن قبلها بحوالي تقريبا يعني مش اقل من ربع ساعه. وبس كده عملت بقى بقية الكمية بنفس الطريقة، وقلت نعملها برضو مع بعض تاني علشان تكون كده الطريقة سهلة معاكم وكمان واضحة. فردت النص التاني من العجينة وبرضو على سمك رفيع جدا، وبالفرشة برضو شكلتها بالشكل ده. ممكن برضو تشكليها بالشوكة او بأي خلة اسنان كده نضيفة موجودة عندك. وطبعا موجودة عندنا كلنا في البيت اشكال كتير حلوة اوي للبسكوت، ممكن نشكل بأي شكل احنا بنحبه. هلم بقى العجينة بتاعتي برضو بنفس الطريقة ونسيبها على جنب كده لحد ما ترتاح خالص هنشتغل فيها. لان لو اشتغلنا فيها وهي لسه كده، يعني كل ما هتفرديها كل ما هتكش معاكي العجينة وهتلم من تاني. اهم حاجة عشان تاخدي نتيجة حلوة للبسكوت تسيبي العجينة بتاعتك كده ترتاح كويس. رصيت بقى الصينية التانية كده على صاج، على صينية من صواني الصاج. قلت برضو اشوف كده يعني الخبز فيها هيبقى زي الألمونيوم ولا لا. بصراحة طلعت جميلة جدا جدا. برضو أخدت معايا كده حوالي ربع ساعة في الفرن، ما أخدتش أكتر من كده. أنا بحب اللون الذهبي الجميل الغامق ده. طبعا لو انت بتحبي اللون أفتح من كده ممكن تطلعيها أول ما توصلي للون اللي انت عايزاه. بس كل ما كان اللون كده ذهبي وغامق كل ما كانت البسكوتة كده مقرمشة، وكمان لو قعدت معاكي أكتر من يومين تفضل مقرمشة وجميلة زي ما هي.
ما شاء الله بجد والله العظيم ريحته كانت حلوة جدًا، بسكوتة خفيفة وطبعًا زي ما أنتم شايفين لونها جميل، وده أكيد من معلقتين بودرة الكاسترد اللي ضفناها على الدقيق، سمكها رقيق أوي، بسكوتة كده خفيفة واقتصادية، طعمها وريحتها بجد حلوين أوي، وكل مقاديرها تقريبًا موجودة في البيت، يعني تقدروا حالًا تقوموا تجربوها، يا رب تكون عجبتكم، ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للبسكوت القمر ده تشجيعًا منكم، أشوفكم